السلام عليكم ورحمة الله. أهلا بكم في حلقة جديدة نأخذكم فيها إلى قلب الترسانة الجزائرية، حيث سنستعرض أقوى الصواريخ والمنظومات الصاروخية التي تمتلكها الجزائر. سنتعرف معا على ما يميز كل نظام من حيث القوة والدقة والقدرات التقنية الهائلة التي تجعلها من أخطر الأسلحة في الميدان. استعدوا لاكتشاف أسرار هذه القوة العسكرية وكيفية تأثيرها في ساحة المعركة. قبل أن نبدأ، أنا عبد الجليل صاحب قناة الأسد الحديدي، حياكم الله جميعا. إذا كان يعجبكم المحتوى الذي أقدمه لك وترى أن المحتوى يستحق الدعم، أنا أدعوك للاشتراك في القناة وتفعيل الجرس كي يصلك كل جديد. والآن نبدأ على بركة الله. سابعا، بانسير S1 يمتاز بدمج صواريخ قصيرة المدى مع مدافع سريعة الطلق لحماية النقاط والمنشآت، وقدرة على الاستجابة السريعة للهجمات الصغيرة والطائرات بلا طيار. القدرات التقنية: مدايات قصيرة بعشرات الكيلومترات، رادار ونظام تبصر وتتبع سريع. مكان الصنع: روسيا. سادسا، صاروخ KH-35 يهد من أقوى الصواريخ المضادة للسفن في الترسانة الجزائرية، ويستخدم لضرب الأهداف البحرية بدقة عالية. يمتاز بكونه نظاما مجربا وموثوقا يحافظ على فعاليته في معارك حقيقية، وله قدرة الإطلاق من بحر وبر وجو، مما يمكن القوات من التحرك بمرونة وتنوع في تكتيكاتها. نظام توجيه وعداد مستخدمات للاستدراك على السفن يضمن دقة الضرب وإصابة الهدف. يمكن الإطلاق من قوارب حربية ومن طائرات ومن منصات برية متنقلة. مكان الصنع: روسيا. خامسا، صاروخ KH-59 هو صاروخ كروز موجه يستخدم بشكل رئيسي في المهام الجوية لضرب الأهداف الأرضية. تم تطويره خلال فترة الحرب الباردة في الاتحاد السوفيتي. إليك بعض المعلومات الأساسية عنه. تم تصميم KH-59 لاستهداف الأهداف الثابتة مثل المنشآت العسكرية والبنية التحتية، غالبا ما يستخدم من قبل الطائرات المقاتلة. المدى: يتميز مدى الصاروخ ب115 كيلومترا تقريبا، مما يمنحه القدرة على العمل من مسافات آمنة بعيدة عن أنظمة الدفاع الجوي المعادية. نظام التوجيه: يعتمد على نظام توجيه بالليزر أو رادار للمساعدة في تعزيز دقة الإصابة، مما يجعله فعالا في تدمير الأهداف. الرأس الحربي: يحمل الرأس الحربي بمعدل وزني يتراوح بين 300 إلى 600 كيلوغرام، مما يسمح له بإنجاز مهام تدميرية فعالة. رابعا، صاروخ CX-1 شاوكسون 1 هو صاروخ كروز صيني يبرز كأحد النماذج الحديثة في مجال الأسلحة. يتعلق الأمر عادة بتسليح القوات المسلحة للدول التي تسعى لتعزيز قدراتها العسكرية. إليك بعض المعلومات المهمة حول CX-1. يستخدم CX-1 لضرب الأهداف البرية والبحرية، وقد تم تطويره في إطار الجهود لتعزيز القدرات العسكرية للبحرية والجوية. المدى: يتمتع بمدى يتراوح بين 100 إلى 200 كيلومترا، مما يمكن المستخدمين من توجيه الضربات من مسافات آمنة. نظام التوجيه: يعتمد على تقنيات توجيه متقدمة مثل التوجيه بالرادار أو بالليزر، مما يضمن دقة عالية في إصابة الأهداف. الرأس الحربي: يمكن أن يحمل رأسا حربيا بوزن يصل إلى 500 كيلوغرام، مما يجعله قادرا على تحقيق تأثير تدميري كبير. ثالثا، صاروخ YG-12B. YG-12B هو صاروخ مضاد للسفن متطور، وهو جزء من عائلة يايجي من الصواريخ. تتميز هذه الصواريخ بمدى واسع، والذي يمكن أن يتجاوز 250 كيلومترا، مما يسمح لها بالهجوم من مسافات آمنة. السرعة: يعتقد أن YG-12B يتمتع بسرعة عالية، حيث يمكن أن يصل إلى سرعات تتراوح بين 0.9 إلى 1.5 ماخ، مما يجعله سريعا وصعب الاعتراض.
يستخدم الصاروخ تقنيات توجيه متقدمة، بما في ذلك نظام توجيه بالقصور الذاتي وتوجيه بواسطة الرادار النشط، مما يساعد في تحقيق دقة عالية في ضرب الأهداف. يمكن تجهيز يايجي 12B برؤوس حربية ذات قدرة تدميرية عالية، مما يجعله فعالا في تدمير الأهداف البحرية الكبيرة مثل حاملات الطائرات والمدمرات. بخصوص صاروخ YG 12B فإنه يصنع في الصين ويعتبر جزءا من الجهود الصينية المتطورة. في المركز الثاني تبرز أنظمة S300 و S350 كأحد أبرز التقنيات المتطورة في هذا المجال. تم تطوير نظام S300 في الاتحاد السوفيتي في السبعينات من القرن الماضي، واشتق اسم النظام من سلسلة من النماذج المختلفة. يعتبر S300 من الأنظمة الدفاعية الرائدة في العالم. يتمتع نظام S300 بمدى فعال يتراوح ما بين 150 إلى 200 كيلومترا حسب الطراز. يستخدم الرادارات المتقدمة لتتبع الأهداف وتوجيه الصواريخ بدقة عالية، ما يمكن النظام S300 التصدي للعديد من التهديدات الجوية مثل الطائرات الحربية والصواريخ الباليستية. يمتاز بقدرته على معالجة عدة أهداف في وقت واحد، مما يجعله فعالا في مواجهة الهجمات المعقدة. يستخدم النظام لحماية الأهداف الاستراتيجية كمراكز القيادة العسكرية والمناطق الحساسة، مما يجعله عنصرا حيويا في الأمن القومي للدول التي تستخدمه. ثانيا، نظام S350. دخل نظام S300 الخدمة في السنوات الأخيرة، وهو يمثل تحسيناً عن النسخة السابقة S300. تم تصميم هذا النظام ليتماشى مع التهديدات الحالية والمستقبلية. يتمتع نظام S300 بمدى يصل إلى حوالي 120 كيلومتراً. يعتمد النظام على رادارات متقدمة تستطيع تتبع الأهداف وتحليل البيانات بشكل سريع. يتميز S350 بقدرته على التصدي للطائرات بدون طيار والصواريخ التكتيكية والطائرات الحربية. يعتبر هذا النظام مثالياً لحماية الفضاء الجوي من التهديدات الحديثة. يستخدم S300 أيضاً في تأمين الأهداف الحيوية، ويعزز من فعالية الجيوش الحديثة في تنفيذ مهامها. في المركز الأول اسكندر E 9K720 هو نظام صواريخي موجه يستخدم بشكل أساسي في نمط الحروب الحديثة. يمثل هذا النظام تقنية متقدمة في مجال الأسلحة، ويتميز بمجموعة من الخصائص التقنية التي تجعله فعالاً في مختلف الساحات القتالية. يستخدم اسكندر E في مهام هجومية ودفاعية على حد سواء، مما يجعله أداة متعددة الاستخدامات في الترسانة العسكرية الجزائرية. يوفر حماية من التهديدات المحتملة، ويعزز من قدرتها على الرد السريع على الهجمات. فبالنسبة للدولة المصنعة هو صناعة روسية. يعمل اسكندر E بشكل مستقل تماما، ويمكن نشره في وقت قصير، كما أنه مصمم ليكون قادرا على المناورة والتوجيه في البيئات القتالية المعقدة، مما يجعل اعتراضه صعبا على الأنظمة الدفاعية. مع مرور الوقت من المحتمل أن يتم تحديث نظام اسكندر E بمزيد من التكنولوجيا المتقدمة، بما في ذلك قدرات الذكاء الاصطناعي والاتصالات الحديثة، مما يعزز من فعاليته في المعارك المستقبلية. ويعتبر من الأنظمة المتطورة التي تعكس التقدم في مجال القوات المسلحة والتكنولوجيا العسكرية. يساهم في تصميم استراتيجيات الحروب الحديثة، ويعتبر تعزيزا قويا للمنظومة الجزائرية. وإلى هنا نصل لختام هذه الحلقة. أتمنى أن تكون قد نالت إعجابكم. وللتذكير أصدقائي دائما، إذا أعجبكم المحتوى الذي أقدمه لكم فلا تنسوني بدعمكم كي أستمر في نشر المزيد إن شاء الله. تحية حب واحترام لكل الشعب الجزائري، أرض الشهداء والأبطال. اللهم اجعل هذا البلد آمنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.